أريد أن أجيبك على أن أعطيك الإجابة على سؤالك لماذا الدروز وليس باقي الطوائف، وكانت هناك الكثير من المجازر في سوريا والمجازر مستمرة بشكل يومي. أريد أن أقول لك لأنه هناك دروز من إسرائيل يقفون إلى جانب دروز سوريا. كلمة حق يجب أن تقال. نعم. نحن اليوم في صراع مع وجودية الإنسان السوري الدرزي تحديدا والسوري العلوي والمسيحي داخل سوريا. أبناء الطائفة المعروفية الذين يخدمون داخل صفوف الجيش الإسرائيلي هم يقدمون الغالي والنفيس من أجل دروز سوريا ومن أجل دروز لبنان. اسأل أهالي لبنان أيام الثمانينات والتسعينات ماذا قدم دروز إسرائيل الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من أجل حمايتهم أثناء حربهم مع الكتائب. طيب ولكن سيد حمد، عفوا أريد أن أعطيك إجابة. المستمع يجب أن يفهم. الدروز اليوم أتقنوا اللعبة الإسرائيلية واللعبة اليهودية التي يمارسونها من أجل الحفاظ على أيها يهودي يتعرض لأي مأزق حول العالم، من حيث الإعلام ومن حيث اللحمة الوطنية ومن حيث الإيمان بأنهم يجب أن يسقطوا جميع التيارات والسياسات. ولكن هل يأتي ذلك سيد حمد؟ يعني يتساءل الكثير، أنا أعتذر على المقاطعة، ولكن هل يأتي ذلك ويتساءل الكثير من العرب في محيط الدول عامة، هل يأتي ذلك على حساب الخدمة في الجيش الإسرائيلي؟ ذلك لا يأتي على حساب الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وإنما ذلك يأتي على حساب الواجبات والحقوق الموجودة لدى الدروز في كل دولة. كما هناك واجبات وحقوق للدروز في الدولة السورية وواجبات وحقوق للدروز في الدولة اللبنانية، هناك واجبات وحقوق للدروز في الدولة الإسرائيلية.